يا صباح الخير يا حبوباتي، وحشتوني كتير. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. تعالوا النهارده اشارك معاكم اكتر يوم بحبه جدا، وهو يوم المحشي. بصوا يا جماعه، خلينا متفقين ان احنا كبنات صغنططه، او يعني لسه متجوزين بقى وخايفين من ان المحشي ليه دوشه، ان برضو ان انت تعملي المحشي في البيت كده ليه طعم تاني وليه جو تاني، وتحسي كده بدفى حلو كده. اللهم بارك في البيت. فتجرئي وخدي الستep دي، وانا معاكم اهو بقول لكم ان احنا نحاول نسهل على نفسنا، والتوضيبات بتاعه المحشي نحاول ان احنا نجهزها من بالليل. يعني انا جبت المحشي، ورغم ان هو كان متقور بس انا بحب يكون متقور اكتر، وانضفه واحط عليه ميه بخل واشيله وتصفيه وبعد كده تشيليه. والصلصه بحب البصل كده يكون كده واخد لون اغمق كمان من ده زي ما انتم شايفين، واحط عليه الطماطم، وبعمل كميه تكفيني مره واتنين وتلاته واربعه، واخزن عندي في الفريزر عشان اسهل على نفسي. وبنخلي تاني يوم ده بس للتسويه والاكل. خلصت التعصيقه بتاعت المحشي، ومش هقدر اوريكم كادرات اكتر من كده، لان يوم المحشي ده معرفش بيبقى المطبخ مكركب مهما حاولت. ما شاء الله، بصوا بصوا ما شاء الله. الطريقه دي بتخلي الرز تمسك فيه الطماطم والصلصه والتسبيكه. فاعتمدوا الطريقه دي بجد رهيبه، كنت منزلاها قبل كده على قناتي القديمه، رهيبه. فانا دلوقتي عملت كميه كبيره عشان احتفظ بيها، والباقي هعمل بيه النهارده. دي الخضره اللي عملتها امبارح، وطلعت الفلفل. يعني هطلع منه على حسب الاحتياج. انا هعمل حله صغنططه، فاحط البتنجان، واللي هيتبقى الجزء اللي هيتبقى احط فيه بقى فلفلتين 3. بالطريقه المعتاده ان احنا نحط كيس كده في كوبايه، ونبتدي بقى. بسم الله. الطريقه بتاعه تفريز الصلصه بتاعه المحشي دي بتسهل عليا المحشي جدا. يعني انتوا في رمضان لو عملتوا الحركه دي، بس ما تحطوش طبعا لا عليها لا رز ولا اي حاجه، ولا مثلا تحطوا عليها الخضره ولا الملح والفلفل ولا اي حاجه من الحاجات دي. وقت ما تحبي طلعي عادي خالص، وحطي عليه بقى الخضره فريش، وحطي الرز، وحطي التوابل بتاعتك. بس ما شاء الله ما شاء الله حلو جدا. سايبه هنا شويه حلوين اكتر عشان هعمل كوسه كمان ان شاء الله. دلوقتي هحط فيها الملح والفلفل. 2 فلفل، 4 ملح، وكمون 3 أو 4. يعني انا برضو هقلب وادوق واشوف. الملح والكمون هما بيبقوا زي بعض، الفلفل الاسود بيبقى اقل. هعمل حاجه ان هحط كمان كزبره ناشفه، واحط خضره. مش هنزل الخضره كلها، بس ايه، هحط كده شويه، واحط برضو الرز شويه. كده تحس ان كله زي بعضه، الرز مع الخضره مع كده مع الصلصه كلهم نسب متساويه. بصوا الرزة قد ايه شاربة الصلصة. بصوا ما شاء الله. مش الرزة بقى لونها ابيض، لما انتوا ما بتعملوا الصلصة من غير تسبيكة الرز بيبقى ابيض وملوش طعم كده زي ده طريقة الستات القديمة، فاهمين؟ خطير يا جماعة بجد. يعني جربوا الطريقة دي، هتحسوا ان انتوا كل يوم عايزين تاكلوا محشي من حلاوته.
ما شاء الله يعني. وهقول لكم كمان بقى على التريكات للتسويه. بصوا النهارده يوم المحشي، النهارده هنقضي مع بعض يوم المحشي. بصوا ما شاء الله ما شاء الله. اول حاجه عندي صلصه التسبيكه، حطيت عليها التوابل اللي هي اللي حطيناها على التسبيكه الاولانيه. تمام. هنستخدم ليمونه وهنستخدم معاها شوربه. تمام. ورق عنب ده ليه قصه تانية ان شاء الله يعني نعمله مع بعض، واقول لكم بقى ازاي يبقى دايب دوب كده، دايب في الصلصه اللي بتجوعنا كلنا على النت. فدي ليها خلطه مختلفه تماما، شبهها طبعا اكيد في البيزك، ولكن بنحط اضافات تانية بس بتبقى خطيره. كده حطينا الصلصه والليمون، نحط بقى الشوربه. بسم الله. مش عارفه ليه كل مره بحس ان انا خارقه للطبيعه ان انا امسك الحله عادي من غير ما اتلسع. ما انا اكيد هتلسع يعني. بصوا يا جماعه، هنحط شويه حلوين لان انا هعملها للكوسه وللبتنجان. تمام. فانا عايزه كده طبق كده ايه محترم. نعمل كده. مش قادره اقول لكم الريحه يا جماعه من قبل ما يستوي حتى عامله ازاي. الليمون بيديله مزازه حلوه جدا، ما بتبقاش قويه طبعا زي الليمون، زي قصدي الورق العنب بنحط ليمون اكتر، ولكن بتديله تيست وطعم رهيب. بتنجانيه منهم. تمام. اهو مكانها فضي. اوكي هنخليها كده على جنب، وهنبتدي نحط ايه الصلصه ونشوف يعني، هنحط ونشوف. شايفين هي كده واصله لنصها، نص البتنجان. انا هحط شويه كمان مش هيخسر، بس كده اتاكد البتنجانيه. تمام. واعلي النار لحد ما تبتدي تغلي. اول ما الاقي الشوربه بتاعتها او اللي احنا سقيناه بيها اللي هي بالصلصه وكده، اول ما الاقيها بتغلي هروح موطيه عليها خالص وسايباها غالبا ساعه. تمام. هو بياخد ساعه، فاحنا كل شويه نبص، بس ساعه دي عشان يكون البتنجان نفسه استوى، الرز استوى بقى جوسي جدا، بقى مظبوط، وعلى نار هاديه خالص، اقل حاجه عندكم. فما تقلقوش، هو مش هيتحرق ولا يحصل له اي حاجه، ومش وقت كبير. بس هننزل بقى عليها بالصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزاها تبقى متغرقه ويبقى عليها كده، شايفين الصلصه اللي عليها من فوق دي اللي هي متكتله دي كده، لما تدخل الفرن هتعمل لون خطير خطير يا جماعه. وبعيدا بقى عن ان في تطورات على الملوخيه المفرزه، وان انا كنت اول الناس اللي شجعت الفكره، بس يا جماعه بجد اللي بيرجع بعدها ياكل ملوخيه بقى خضره بيحس ان في فرق في الطعم، ما ننكرش الموضوع ده. اوكي. بالمره كان متبقي عندي طماطم، فروحت ضرباها كلها في الخلاط واحطها في الفريزر اسهل على نفسي. عارفين اللي بيعصب في اللي بيضايق عارفين البنات بتتضايق من ايه او الستات بيتضايقوا من ايه في التفريزات؟ ان هم بيخصصوا لها يوم. انا مش بخصص يوم، انا دلوقتي فاضيه فاعمل تفريزات اوريدي، حاجه انا بعملها. يعني دلوقتي المحشي مثلا بيستوي وقدامي طماطم مغسوله، طب ليه ما احطهاش في الخلاط واروح احطها في كيس؟ يعني حاجه كده مش تاخد منك 5 دقايق بالظبط، وما خصصتلهاش يوم، انتي عادي عامله غدا عادي جدا. فنحاول ان احنا ما نقولش احنا نعمل النهارده كذا، النهارده ده يوم كذا، لا خالص خالص. يفضل دايما ان انتي ما تقوليش انا هعمل كذا، لان جسمك اولا هيبتدي يديكي افكار بقى، اصلا انا النهارده تعبانه، اصلا النهارده ورايا مش عارفه ايه، فهتبتدي بقى تاخدي افكار كده وهتهبطي. فلا، وانتي بتعملي الحاجه اعملي حاجتين وثلاثه
ومش هتحسي بيهم خالص. 3 اكياس هينفعوني جدا لو انا عندي عايزه اعمل اكله، عايزه اعمل مكرونه، طبيخ، اي حاجه هينفعوني موجودين. تمام. شوربه مع اللحمه وقسمتها برضو، والصلصه المتسبكه بتاعه المحشي. بجد يا جماعه الحاجات دي خدتش مني اي وقت خالص. بسم الله. رهيب. بصوا الجوس ازاي. اوكي، بس دول هقلبهم كده وكده. شايفين يا جماعه؟ رهيب ما شاء الله. الله اكبر. بصوا الكوسه ما شاء الله. حطوها كده. بصوا دايبه ازاي ما شاء الله، وجوسي جدا، والبتنجان مستوي. رهيبه. يم. لون الرز شارب التسبيكه. رهيب يا جماعه، رهيب. بس كده. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، جربوها، وكل ما تجربوها كده افتكروني وادولي دعوه حلوه. بس كده، سلام.